السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة شيخ، نبي وصية شاملة الحمد للأمة. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصي نفسي وأولادي وإخواني في الله أن يحافظوا على الصلاة مع الجماعة، لأن الصلاة مع الجماعة تذهب بالسيئات والذنوب. ومتى ما صلى الإنسان الله عز وجل يغفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، إذا داوم على الصلاة مع الدعاء لله تبارك وتعالى، وخاصة صلاة الفجر. وقد مرنا في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. في ذمة الله يعني في عناية الله وحراسة الله. وعليه الإنسان المؤمن أن يكثر من ذكر له 100 حسنة وما عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان في ذلك اليوم. ماذا فعل هذا؟ قال: ذكر الله 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وهذه تأخذ 10 دقائق فقط. بهالعشر دقائق هذا كسب نفسه يوم كامل من الشياطين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كتب الله له 100 حسنة وما عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشياطين في ذلك اليوم. جزاك الله خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يسلمنا وأن يجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. جزاك الله خير.